لو بتدور على عربية زيرو اقتصادية مريحة وسعرها حلو وعايز تبعد تماماً عن وجع دماغ العربيات المستعملة، فالفيديو ده ليك. النهاردة هنتكلم عن واحدة من أكتر العربيات اللي راجعة بقوة في السوق المصري، بروتون ساجا 2026 فيس ليفت الجديدة، واللي نزلت رسمي من عز العرب السويدي وكيل بروتون في مصر. تعال نشوف مع بعض إيه اللي بتقدمه العربية دي من شكل، أداء، تكنولوجيا وأمان، وهل تستحق سعرها ولا لأ. بداية كده، بروتون ساجا عربية ماليزية الأصل، أول إنتاج ليها كان سنة 1985، يعني بقالها أكتر من 40 سنة موجودة في السوق، وده لوحده دليل على إنها عربية اعتمادية جدا. الموديل الجديد 2026 بيتجمع محليا في مجمع مصانع إيسا في أكتوبر، وبينزل عندنا بفئة واحدة بس. من ناحية التصميم، الساجا جاية في فيس ليفت جديد شكلها عصري أكتر، وشبكة أمامية باللون الأسود مع لمسات كروم وفوانيس أمامية شكلها شيك جدا. من الجنب الخطوط بسيطة والعربية راكزة على الأرض، وبتيجي بجنود سبور شكلها رياضي جدا. الأبعاد بقى، الطول 4.2 متر، العرض 1.6 متر، والارتفاع 1.5 متر، وارتفاعها عن الأرض 171 ملم، وده حلو جدا للشوارع المصرية. أما مساحة الشنطة الخلفية فهي 413 لتر، يعني تشيل شنط سفرك أو مشترياتك اليومية براحتك. نيجي بقى للقلب النابض، الموتور. العربية بتيجي بمحرك 1300 سي سي، 4 سلندر، تنفس طبيعي، بيطلع 95 حصان وعزم 120 نيوتن متر، وبيشتغل مع فتيس اوتوماتيك 4 سرعات تقليدي. أداها هادي ومناسب للاستخدام اليومي، مش عربية سباق طبعا. بتتسارع من 0 ل 100 في حوالي 14.5 ثانية، والسرعة القصوى حوالي 155 كيلومتر في الساعة. لكن الأهم من كده إنها اقتصادية جدا في البنزين، استهلاكها حوالي 6 لتر لكل 100 كيلومتر، والتانك 40 لتر. نخش بقى على الجزء اللي يهم الناس كلها، الأمان والتجهيزات. بروتون ساجا 2026 فيها 2 وسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل ABS و EBD و BA، حساسات ركن خلفي زائد كاميرا رجوع، نظام فرامل تلقائي، تحذير من التصادم الأمامي والخلفي، تحذير عند فتح الأبواب، تحذير عند مغادرة الحارة، وكمان نظام للتحكم التلقائي في الإضاءة. أما من جوه، الصالون بسيط بس عملي جدا، الخامات مقبولة بالنسبة لفئتها والتقفيل كويس. فيها شاشة 7 بوصة تعمل باللمس، بتدعم USB وبلوتوث، ومعاها 4 سماعات، زجاج كهرباء بالكامل، مرايات جانبية كهرباء، إشارات في المرايات، سنتر لوك، كمبيوتر رحلات، ومفتاح ريموت مشفر. كل ده في عربية موجهة إنها تكون اقتصادية وسهلة الصيانة. بصراحة بروتون ساجا بتستهدف الناس اللي عايزة عربية زيرو تعتمد عليها في الشغل أو للأسرة الصغيرة، ومش عايزة تدخل في دوامة المستعمل ولا الأسعار المبالغ فيها. العربية دي بتنافس بقوة مع نيسان صاني، تشيري أريزو 5، وشيفروليه أوبتر، وضمانها محترم جدا، 5 سنين أو 150 ألف كيلومتر، وده بيزود الثقة فيها. أما السعر الرسمي فهو 665 ألف جنيه مصري وقت عرض الفيديو ده. وفي النهاية، بروتون ساجا 2026 ممكن ما تكونش أقوى عربية في فئتها، لكن من ناحية العملية والتوفير والاعتمادية هي اختيار ذكي جدا، خصوصا لو بتدور على عربية زيرو مش هتتعبك لا في البنزين ولا في الصيانة. قول لي بقى في الكومنتات، شايف العربية دي تستحق السعر ده ولا شايف منافس تاني أقوى؟ ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك في القناة علشان توصلك كل المراجعات الجديدة أول بأول. أشوفك في فيديو جديد، وسلام.